انت حطيت ثقتك في شخص زيه زيك، صح؟ بس هو يتميز عنك بالعلم، صح؟ انا بقول لحضرتك العلم ده غلط، بس خلاص هو ده سبب خلافنا. المصريين من عشرتهم مع اليهود بقت الفول والطعميه والبقول من اساس حياتهم، وده غلط لم ينص عليه قرانا. النبي كان قرشي فكان ابراهيمي امي على امه ابراهيم، فما كانش بياكل الحاجات دي. حتى اما راح عند ام هانئ وعندك حاجه ناكلها، قالت له خبز، مفيش حاجه نغمسها، شويه زيت، قالت له ما عنديش، قالت له بس في خل، قال لها خير القدام الخل وما من نبي الا وكان قدامه الخل. فمعنى كده ان تيجي تفتح هات اسيتك اسيد او الخل 35 فايده، ده الدراسات بتاعتهم اللي انا مش مقتنع بيها برضه، بس هي فوائده اعلى. بس هو ببساطه كيميائيا ده ماده بنزين للخلايا، الخل. يعني لو انا اكلت اعرف اعيش على الخل لوحده وخلاص. هنخد في حاجه تانية احلى، هو مش قال في عنب وفي تمر وفي نخل، ما كل ده سكر عادي، سكر. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجيب السكر منين؟ بسكر التمر يا باشا. السكر بيستخلص من كل الفواكه من سنين. فاحنا نقينا اعلى اتنين لانتاج السكر، القصب والبنجر. والبنجر ده يعني متبنى حديثا، لكن القصب طول عمره. وصناعه العسل الاسود موجوده، او الدبس القصب ده طول عمره من سنين، فاحنا مش جداد عليه. انت حضرتك دلوقتي كل اللي لقيته حاجه فايندنج غريبه قوي. يعني فايندنج يعني ايه؟ يعني مكتشف تحليلي. اثناء الراجل ده ما بيجري على الحمام سكره عالي بس، وانا ما بديك حقنه انسولين السكر بيوطى بس. بنيت على دي عقيده متكامله من الهكس بقى. السكر هو اللي شله، السكر هو اللي جاب له ارتخاء، السكر هي اللي جاب لها تكيس مبايض وعدم خلفه، السكر هو اللي جاب تصلب شرايين، السكر سبب ضيق الشرايين. ازاي يا بيه؟ طب قول لي آلية واحده. السكر اللي هو بيدوب في الميه ده لزق على الشرايين ازاي؟ حضرتك انت فاكر انت جاي الدنيا تنعم؟ ما ده برضو مبدأ ضد الدين. عرفت الدين بقى دخل ازاي في جوه القصه؟ ده ضد الدين، لان انت فلسفه خلقك انت مش مخلوق تعيش هنا، انت هتمشي. فعشان كده دايما ربنا تلاقيه يكلم المجرمين يقول لهم ايه؟ ارجعوا الى ما كنتم فيه مترفين. مجرد طرفك وشعورك بالاستقرار هنا والامان يبقى انت ضد فلسفه الاله وما فهمتش هو خلقك ليه. لان لو خلقك تعيش يعني تاكل وتشرب وتتمتع، هروح اقول له ايه طيب؟ انا يعني اروح اقول له انا عملت 10 مليون وخلفت 10 عيال. طب هيقول لي طب وانت مش كان معاك امانه تسلمها؟ اقوم انا مفكر حاطط دي في جيبي واقول ده انا نسيت. يعني تتخيل انت انا بموت دلوقتي، انا هموت بعد نص ساعه مثلا. هل هفكر انا في الحرب اللي دايره عليا بالانتقادات بالاعتراضات؟ لا، انا هفكر في حاجه واحده بس. ايه؟ اللي جاي انا هعمل ايه؟ يعني لا، مين اللي هيقابلني وانا بموت دلوقتي؟ عمر بن الخطاب ولا انا فيهم اسوه يعني. وهو لما جه يموت فواحد بيقول له يا امير المؤمنين، قال له لست اميركم خلاص، وضعوا خدي على التراب. باشا انت بتعرف ساعتها ان التايتل بتاعك اللي هتقدم بيه اي حد ملوش لازمه. احنا دورنا في الحياه زي ما قلت لك من شويه مش دكتور مسلم. لا 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 لا، شيل دي خالص من دماغك. انا عبد اصلا واتخلقت هنا لظروف معينه. ده القرد حياته احسن مني، والزرافه بتعيش حياه لايف سايكل طبيعيه وبتموت عادي لو الاسد ما كلهاش يعني. يعني القرد نهايته حاجه من اتنين، يا اسد ياكله يا يموت كده، صح؟ ما عندوش حاجه تانية يعني. انا بقى خايف من كل حاجه خايف من الديون، وخايف من المستقبل، وخايف من بكره، وخايف لا بلحقش اخلص رسالتي، وخايف. انا خايف يبقى في حاجه معطلاني، في حاجه انا مش فاهمها بصراحه. انا قلبي رمى على الصح بتاع ربنا، لان ده سرد الهي. لو انا مؤمن ان الكتاب ده بتاعه يبقى هو اللي فيه صح. لو هتقعد تقول لي بس العلم قال وتركب ده على ده، انا ما بفهمش دي. انا بفهم الامر الصريح وبعرف انفذه واعرف ابعد عن الامر اللي مش صريح. فعشان كده قلت لسعادتك ربنا لما خلق البني ادم في صوره حاجتين، ذكر وانثى، وحط معاه 4 ازواج من الانعام، ده مخلوقين عشانه. اولم يروا ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون. ايه ده؟ ده انا عاملها لك بايدي،
واديها لك مسخره. الانعام فيها سر، وانا مخلوق ليه في قدر؟ ليه مخلوق الناس ما تسمعش كلامي؟ ليه مخلوق الناس تعاندني؟ ليه مخلوق اما اقول كلمه الحق اتنبذ؟ عمر الارض، مفيش عمر، هي عمرانه من غيري اصلا. اذا كان لسه بقول لك الشقيري هو لا نبي ولا قال لك البني ادم مبوظها، فاهم قصدي؟ يبقى انا ما بعمرش. اذا كان ربنا سبحانه وتعالى قال في آية في سورة الروم بس أنا مش متذكرها، قال إيه؟ قال أولم يروا إلى القرون من قبلهم أثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. يعني الناس دي عملت في الأرض عمارة ما اتعملتش قبل ولا بعد. فين الناس دي؟ يا باشا أنت لو عمرت الأرض زيادة فأنت تعبث. أتبنون بكل ريع آية تعبثون أفتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. يعني بيكلم الثوره الصناعيه يا باشا، ده اخر كتاب، مفيش حاجه خرجت من ايده، خلصنا مصدقا لما بين يديه وما من خلفه. عشان كده قال له اعبد ربك حتى ياتيك اليقين. اليقين ايه؟ الموت. عيني هتفتح بقى، ينكشف عني الحجاب. طول ما انا بتكلم مع حضرتك كده عارف ان انا معاك، بس لما بخرج من الدنيا ده بقفل الباب ورايا، لا بيجي لك اخبار مني ولا بتسمعني، فبيني وبينك برزخ بقى. ربنا يعافينا من القصه بالبرزخ دي. فانا خرجت من هنا، ساعتها هتتقبلي ملائكه العذاب يا ملائكه الرحمه. ارجع بقى اروح اقول له ايه؟ ال 60 سنه اللي انت بعتهم لي قعدت اراقب فيهم لون بولي بقيس الضغط. يبقى انت يا باشا انت نسيت انت جاي ليه؟ يبقى هو خلقك حته فيك ناقصه، يبقى انت ليك حق تحاجه بقى، تقول له انت خلقتني ناقص. هو ما قالش كده. عشان كده قالك وان تصوموا خير لكم. هو عمال يديك نصايح انت مش عايز تسمعها، انت عايز تمشي ورا العلم في حته وتقول لي بصلي وبصوم في حته. دي مالهاش علاقه بدي. لا، لازم تكون فاهم ان انت جاي تقضي دين. مين اللي فهم دي؟ الكلام الجميل ده انت جبته منين؟ قريته ولا انت لا فكرت؟ لا، هو فتوحات والله. الحال هيفضل ضياء العوضي الى ان هو يبقى شيخ طائفه او شيخ جماعه او شيخ او زعيم جماعه او زعيم طائفه دينيه. واحد مبشر في امريكا اسمه جيمس مش عارف ايه كده، وكان عمل مدينه في امريكا الجنوبيه باسمه ولم فيها اتباعه، وفي الاخر ادالهم سم انتحروا فيه كلهم ال 700 800 واحد اللي فضلوا معاه. ماتوا مع بعض كلهم. ما هو بيضرب المثل. ما انا بقول لسعادتك هم فاكرين ان انا زعيم لفصيل انا مسيطر على دماغهم بشكل معين. اطلاقا. هي الناس حاسه انها مدينه ليا بالفضل. عشان كده جيت قلت لهم لا، لو انت شايف ان انت مدين ليا، انت مدين اللي خلقك اصلا، لان هو اللي خلقك هو اللي هداني وهداني واراد لكلامي يوصل لك، لان كلامي مناقض للعلم اللي انت بتزعم ان هو حقيقه، مع انه حقيقة، مع انه ظني وانتم متفقين عليا. البوق اللي بيسلم بوق بيسلم بوق. انت طلعت على خلفيه انت ضعيف ولا تملك من العلم غير الطاعه، السمع والطاعه. ما يصدره ليك فانت لا تفنده. زي ما انا جيت قلت التكميم عمليه مضره مثلا، هاجت الدنيا ما عادتش لا طبعا مضره وتعدي على صنعه الخالق. ولو اتهمت جسم الانسان بالقصور انت بتتعدى على صنعه الاله اللي هو ما فلتتش منه في النمله والناموسه اللي قد كده. تفلت معاك انت ازاي؟ بدل ما تفكر انت وتقول اللي نجح يخلي الكتكوت اللي اصغر من الفنجال ده 5 جرام يعرف يخليه 3 كيلو في 30 يوم، يعرف يعلف العجل ده علف غلط ويخليه يكبر في الحجم وتبقى انت مضرور لما تاكله، ويعرف ده لو حتى جت معاه مصادفه وفرضا انا قلت مصادفه، معلش انا اسف في الكلمه، يعرف يعلفنا كلنا بقى. يعني يعرف يكبر الكتكوت، يعرف يكبر العجل، يعرف يكبر الجنين البشري او الرضيع البشري، يعرف يغير حياته كلها صح بمجرد مدخلات طعام بس. ما انا عرفت اخلي الكتكوت ابو 9 جرام بقى 4 كيلو في 30 يوم، اللي هو بياخد 5 سنين عشان يوصل لها وما يوصلش للحجم ده برضه. الفرخه بقت الهابت شكل الفرخه، يعني تيجي تحطها على الميزان ما بتطلعش صوت، مش هقول لك بتتهز، بتصوصو ولا حاجه خالص. هي مش يا حبيبتي، هي كلاويها بايظه وكبدها بايظ خلصانه، وتقوم انت جايب كبد والقوانص بقى عامل عليهم اكل كمان، فانت بتاكل سموم في سموم ومطعمه سموم، فانت جسمك مسمم. طب ما انا بقى اجي اقول لك البيضه اما تبطلوا الجيوب الانفيه هتروح، تقوم انت تعمل كده تلاقي كده صعبه. يبقى اقول البيض غلط صعبه.
ما يطلعش الشيخ بقى يرد عليا يقول لي بيت حلال، انا ماليش دعوه. انا ما ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. انا ذنب اهلي ايه؟ ماليش ذنب في الموضوع. انا كل اللي اكتشفته ان حواليك مدخلات بتسمك. انا بقول لك امنعها، ولا بقى دين ولا بتاع. انا بكلم حضرتك علم اهو. هذا الاستشراء في المرض، وهذا التضخم في تجاره الدواء، وهذا التقدم في صناعات الاشعاع والكيماوي والعلاج بالبوزيترون والبروتون والنيوترون والزعبوتون. انا بضرب جسم بشري يا اخوانا بالنووي ليه؟ في ايه؟ يقول لك اصل في سرطان. يا عم السرطان ده السرطان ما بيعملش فيا اللي انت بتعمله فيا ده. ده لو فرضا ان في حاجه بتموتني اسمها سرطان. حاجه انا قلتها لمراتي، قلت مدد يا شيخ الله يعوضك. في حاجه بقى مش في الموضوع. وانا اقول لك على حاجه، اول واحده حملت عندي في العياده جت لقيتها بتسلم عليا وكانت بتبوس ايدي. قالت لي امي قالت لي روحي بوسي ايد الشيخ ده. انا بنام اقل عدد ساعات في اليوم، ساعتين ثلاثه متفرقين، مره بالنهار مره بالليل. انا باكل اما بجوع، وبشرب اما بعطش، بنام اما بتعب، وبنام فتره قليله قد كده خالص، واصحى بقيت 24 ساعه. اصل خلي بالك هو ربنا خلقني انام 8 ساعات في اليوم زي ما بيقول لك. يعني اروح عندي 60 سنه اما اروح اقابله بقى اقول له معلش اصل انا نمت منهم 20. ليه يا ضياء نمت 20؟ اقول له هم قالوا لي نام 8 ساعات في اليوم. يعني انت ما فكرتش يا ضياء ان ده تلت عمرك؟ يعني اليوم 24 ساعه تنام انت 8؟ فقوم انا ساكت. فانا قلت في مره كده، قلت والله لو الكتاب ده فيه كلمه ادخلوا ناموا، الكتاب ده مش بتاع ربنا. جيت في يوم كده، الكلام ده من 4-5 سنين، قاعد كده انا قاعد كده من الليل ما يهجعون يا باشا. ايوه، يبقى قال العكس. يبقى هو واصف لك الوصف ازاي؟ بيقول لك انت باعت ابنك تعمل مشوار، في النص هتقول له ابقى ريح؟ مش هتقول له ريح. تروح تجي لي صد رد، فانت بتقول له حاضر. تروح تجي لي ايه؟ صد رد، ما انت بعته يعمل مشوار. انا راجع له اقول له انا عملت، بص يقول لي عملت ايه يا ضياء في الدنيا؟ اقول له بص عملت طفره في الطب. طب فكرت الناس بيا؟ لا الصراحه انا ما لقيت ان انت الكلام بقى كل ما يجي عندك الناس تنفر مني، فخليت الكلام في الطب بس. يعني ما رجعتش الفضل ليا. اقول له لا، مش يبقى انت خنت الامانه. مش الامانه تحت يعني تحتم عليا. لو لقيت للرب يد فيما افعل اذكرها، طب هو الرب ليه يد في كل حاجه. يعني ما ينفعش انكر فضله عليا.